السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو ده هنعرف كل أخبار الرياضية خلال 24 ساعة الماضية. بس في البداية منتظرين دعمكم لينا بالاشتراك واللايك. في البداية مع أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي مستمر في معسكر التدريب في أسبانيا واللي ممتد لحد يوم 19 أغسطس، واللي هينتهي بانتهاء مباراة برشلونة. النادي الأهلي هيخوض في المعسكر ده 3 مباريات أمام نادي بدلون يوم 12 ونادي سبادل يوم 13 ونادي برشلونة يوم 19 في كاس جمبر. اما بالنسبه للصفقات الجديده بالنادي الاهلي، موسى بكرار بينضم رسميا للمعسكر التدريبي للنادي الاهلي. كان المدرب حسين عموته كان منحه راحه لانه كان بيشارك في مباريات مع الفريق الاوكراني بتاعه، فمنحه راحه ويبدا الانضمام من النهارده للمعسكر التدريبي في اسبانيا. تاني امر معانا صفقه اللاعب محمود صلاح نجم غزل المحله. النادي الاهلي رفع العرض بتاعه ل 30 مليون جنيه وده العرض النهائي بالنسبه له، وكمان 7 مليون جنيه امتيازات اخرى لنادي غزل المحله مثل الاهداف اللي هيسجلها اللاعب تحقيق النادي الاهلي الدوري او الكونفدراليه. تاني شيء معانا هو محمد شريف. محمد شريف بيقترب من مغادره النادي الاهلي الى نادي الشرطه العراقي على سبيل الإعارة لمده سنه. دي كانت اخبار النادي الاهلي متعلقه بالصفقات والمباريات اللي هياخدها النادي الاهلي. تاني حاجه معانا نادي الزمالك. نادي الزمالك مستمر في المعسكر التدريبي بتاعه واللي بدا يوم السبت. نادي الزمالك اعلن انه يخوض في المعسكر التدريبي ده 3 مباريات امام نادي بلاستيك، نادي اورنج، وفي النهايه امام نادي زد. اما بالنسبه لصفقات نادي الزمالك الموسم ده طبعا بسبب العقوبات التأديبية ما عندوش اي صفقات هيبرم هذا الموسم. اما بالنسبه للصداع المستمر لنادي الزمالك، شيكو بنزا وبزير وعبد الله السعيد. شيكو بنزا لحد الان ما حدش عارف ان كان هيرجع ولا مش هيرجع. لحد الان هو اعلن انه هيرجع يوم 14 او 15 ونادي الزمالك في الانتظار. اما بالنسبه بزيرة نادي الشباب الاهلي دبي اعلن او يعني تراجع عن الدخول في الصفقه بعد تمسك نادي الزمالك ب 6 مليون دولار. في الغالب بزيرة مضطر للعوده لنادي الزمالك لان ما عندوش حل. نادي الزمالك موقفه صحيح بنسبه 100%. نادي الزمالك سدد المستحقات وما عندوش اي مشكله، ففي الغالب بزيرة مضطر يرجع لنادي الزمالك، ونادي الزمالك مش هيفرط ببزيرة والمفروض ما يفرطش فيه بسهوله لان نادي الزمالك طبعا عنده ايقاف قيد تاديبي ومن الصعب انه يجيب لعيبه جديده الموسم الحالي. ففي الغالب قريبا هيعود بزيرة لنادي الزمالك مره اخرى. اما بالنسبه لعبد الله سعيد، نادي الزمالك بيفكر جديا في الاستغناء عن عبد الله سعيد. نادي عبد الله سعيد مصمم على الحصول على 8 مليون جنيه قبل النزول للتدريبات. نادي الزمالك بيفكر جديا في فسخ التعاقد مع عبد الله سعيد. كمان نادي الزمالك بيتخذ الاجراءات القانونيه ضد المسؤول عن المنظومه الاعلاميه السابق محمد الجبالي بعد التصريحات الغريبه اللي ابداها عن العلاقه بين شيكو بنزا وبزيرة. دي كانت ايضا كل الاخبار متعلقه بنادي الزمالك. اما نادي بيراميدز طبعا هو واخد راحه سلبيه بعد العوده من المعسكر بتركيا، وهيعود للتدريبات يوم 13 اغسطس. كمان من ابرز الصفقات او الامور المهمه المتعلقه بصفقات نادي بيراميدز هو التعاقد مع احمد عبد القادر لمده 4 مواسم. احمد عبد القادر كان النادي الاهلي طلبه او كان فكر التعاقد معاه، ولكن احمد عبد القادر بالغ في مطالبه الماديه والنادي الاهلي صرف النظر عنه، وبالتالي كان اول فريق يفكر فيه بيراميدز، وفعلا وقع لبيراميدز لمده 4 مواسم. دي كانت اخبار النادي الاهلي وبيراميدز والزمالك. بالنسبه لاخبار اللعيبه المحترفين، ما زال هيثم حسن لم يوقع حتى الان رسميا لا سلتك او مارسيليا. هيثم حسن بيفضل سلتك اعتقادا ان الدوري الاسكتلندي افضل، ولكن الدوري من وجهه نظرنا الدوري الفرنسي اقوى بكثير من الدوري الاسكتلندي، ولكن هو في الغالب يميل للتوقيع عند الاسكتلندي اللي هو رينجرز الاسكتلندي. نادي سلتك الاسكتلندي. كمان عمر مرموش شارك اساسي في مباراه مانشستر سيتي امام اتلتيكو مدريد بالامس. تالق عمر مرموش وسجل هدفين في دقيقتين، هدفين ولا اجمل. نتمنى له التوفيق وان شاء الله ياخذ فرصه اكبر المباراه القادمه. دي كانت كل اخبارنا الرياضيه اللي خلال 24 ساعه اللي فاتت. نتمنى دعمكم لينا والتفاعل معنا باشتراك ولايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.